شهدت مباراة نصف النهائي بين المغرب وغانا صراعاً كروياً قوياً انتهى بتعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي ليحسم اللقاء في سلسلة ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي مانحاً إياه بطاقة العبور إلى نهائي كأس إفريقيا للسيدات للمرة الثانية على التوالي. منذ الدقائق الأولى بدأ أن المباراة ستكون مغلقة ومتوترة، حيث اتسم أداء المنتخبين بالحذر الشديد. المغرب حاول فرض نسقه المعهود في وسط الميدان بقيادة غزلان شباك وفاطمة تغنوت، لكن المنتخب الغاني كان منظما بشكل جيد في التمركز الدفاعي واستطاع تعطيل مفاتيح اللعب المغربية وامتصاص الضغط. في المقابل اعتمدت غانا على الهجمات المرتدة وسنحت لها بعض الفرص الخطيرة، لكن الحارسة خديجة الرميشي كانت حاضرة بتدخلاتها الناجحة. المباراة شهدت بعض اللحظات المثيرة، لكن الحسم غاب عن اللمسة الأخيرة من الطرفين، خصوصا أمام صلابة الدفاعين، وانتهى الوقت الأصلي على إيقاع التعادل السلبي. في الأشواط الإضافية دخل الفريقان بحذر أكبر مع بعض المحاولات الفردية التي لم تغير من النتيجة شيئا. بدا الإرهاق واضحا على اللاعبات، فكان لزاما الاحتكام إلى ضربات الترجيح. في سلسلة الركلات أظهرت لاعبات المغرب رباط تجأش وثقة كبيرة، بينما تألقت الحارس الرميشي في صد إحدى الركلات، وكانت الحسم بركلة أخيرة ناجحة أكمنت الفرحة المغربية وأعلنت تأهلا تاريخيا إلى النهائي. الجمهور المغربي لم يبخل بالدعم، وساهم حضوره المكثف في تحفيز اللاعبات، خاصة في اللحظات الحاسمة. بهذا الفوز يضرب المنتخب المغربي موعدا مع نهائي قوي، ويؤكد عودته كقوة نسوية صاعدة في القارة السمراء بعدما أطاح بإحدى المنتخبات العريقة في إفريقيا. بلوغه النهائي يعكس عملا كبيرا على مستوى التكوين، التدريب والتحفيز الذهني، ويضعه أمام فرصة كبيرة